فرج حبيب طوبية، مواليد قرقوش، بغداد، عام 1958. تخرجت من مدرسة ابتدائية، مدرسة تغلب الابتدائية، عام 1970. وبعدين اسمها صار مدرسة قرقوش الثالثة. سنة 1976 تخرجت من ثانوية قرقوش للبنين. في نفس السنة عام 1976 تم قبولي في جامعة بغداد، كلية العلوم، قسم الجيولوجي. عام 1980 تخرجت حصلت على شهادة بكالوريوس في علوم الأرض من جامعة بغداد. سنة 1980 التحقت في الخدمة العسكرية. وبعد ذلك سنة 1981 في 15/2 التحقت في دراسة الماجستير في نفس الجامعة. سنة نهاية عام 1981 حصلت على شهادة الماجستير في جيوكيمياء وخامات المعدنية. في عام 1986 تعينت على ملاك مجلس البحث العلمي عن طريق، كان قبول مركزي عن طريق وزارة التخطيط العراقية. خدمت في مجلس البحث العلمي، ارجع إلى أثناء دراسة الماجستير 1981. عن طريق الصدفة تم اكتشاف الذهب في منطقة الصحراء الغربية من قبلي أثناء دراسة الماجستير. فكان الاكتشاف عن طريق الصدفة، بحيث أنه احنا ما عرفنا أنه اكو تقرير نشر عام التقرير هو تقرير سري كان موجود في دائرة المسح الجيولوجي من قبل ماكفايدن عام 1935. هذا التقرير مفاده انه ساعي البريد اسمه سرحان السامي في تلك الفترة قبل 15 سنة من سنة 1920 كان ساعي بريد. فأثناء ساعي بريد كان بين العراق وسوريا. ففي ليلة شتوية كان الدنيا ماطر، الجو ماطر، فهو بقى بالمنخفض بالقعرة بات. فثاني يوم الصبح بحيث انه الشمس طلعت وانه شاف قطعة ذهب لا بأس انه كبيرة، فاخذها وباعها على اساس احسن ما تقول القصة انه باعها على جماعة في سوريا واخذ مبلغ لا بأس به. واكو قصص اخرى. فاحنا بحقيقة احنا ما كنا نعرف بانه اكو هيك بحث او هيك دراسة من قبل، دراسة قبل هذا الوقت. بس احنا تم اكتشافها سنة 1981 اثناء دراسة الماجستير. فكان موضوع بحثي أنا أنه معدنية وجيوكيميائية ترسبات الحديد لمنطقة القعرة. فصدفة أنه الذهب هو مرافق لخامات الحديد في هذه المنطقة. طبعا منطقة القعرة تقع تقريبا 60 كيلومتر شمال منطقة الرضبة في داخل منخفض. طبعا الذهب والخامات المعدنية موجودة داخل هذا المنخفض اللي يبلغ طوله تقريبا 60 كيلومتر وعرضه تقريبا 30 كيلومتر. عملت بعدين الموضوع اعتيادي هو الخامات المعدنيه وكل الموارد هاي الاوليه كلها عائده لدائره المسح الجيولوجي. فوقتها كتبنا تقرير سوى تقرير عن الاستاذ المشرف وقدمناه الى وزاره التعليم العالي، ووقتها حصلنا على كتاب شكر من سياده الوزير. بعدين اعتيادي هو نسخه تروح للمسح الجيولوجي انه هي صاحبه الشان، فراحت نسخه المسح الجيولوجي فقاموا بدراسه عن الذهب قاموا التحري في المنطقة. فكانت النتائج سلبية، بحيث أنه احنا نتوقع بأنه هم قاموا في عملية تحري في مو نفس المناطق اللي لقينا الذهب بها. فكان اكو مؤتمر جيولوجي عراقي سنة 1986 أتذكر، نشر بحث مفاد هذا البحث أنه تواجد الذهب في منطقة الصحراء الغربية هو أسطورة خرافية. فنسد الموضوع من عام 1986 إلى عام 1999، بحيث أحد الجيولوجيين اللي كنا بالمسح الجيولوجي كان عنده مشروع التحري عن البوكسايت اللي هو خامة الألمنيوم. فهم عن طريق الصدفة هو شاف كذلك قطعة من الحديد مغطاة بالذهب. فأنا في وقتها كنت مسؤول مشروع التحري عن الكبريت في منطقة حمام العليل، مشارق 3، حقل مشارق 3. ففي وقتها استدعوني لبغداد، ورأسا نقلوني للصحراء الغربية على نفس الموضوع. فقمنا أنا والجيولوجي اللي
اكتشف الذهب مرة ثانية، فقمنا كلفنا بعمل مسوحات جيولوجية وجيوكيميائية وتحري عن الذهب في تلك المنطقة. طبعا تطورت المشروع، تطور وصار فرقة بحيث بها حفارات وجيولوجيين ومساحين وجيوفيزيائيين وهكذا، إلى أن عام 1900 وهذا كان العفو تم نقلي عام 1999 إلى المنطقة، إلى المشروع هذا. سنة 2001 أكملت دراستي الدكتوراه، بس أوقف المشاريع والأعمال اللي قمت بها أثناء كنت بالمجلس البحثي العلمي، حسب ما قلت أنه تعينت سنة 1986. في وقتها اشتغلت في عدة مشاريع، أولهم كان مشروع التنمية الريفية المتكامل لمنطقة الأهوار في جنوب العراق. كان المشروع كان بإشراف UNDP، تابع المشروع التنمية الريفية عفوا المشروع الإنمائي للأمم المتحدة. اشتغلت بالمشروع تقريبا سنة، وكان مقر المشروع في الناصرية. بعدين انتقلت إلى مشروع ثاني في محافظة البصرة في منطقة صفوان، هو مشروع تطوير استغلال المياه الجوفية لغرض الزراعة في منطقة صفوان الزبير. عملت إلى عام 1989. بعد ذلك تم إلغاء مجلس البحث العلمي، تم توزيع الباحثين والموظفين في مجلس البحث العلمي إلى دوائر الدولة أو وزارات الدولة الأخرى، فأنا تم نقلي إلى وزارة الصناعة والتصنيع العسكري، هيئة المسح الجيولوجي. تعينت هناك، تعينت في درجة جيولوجي. عملت في المسح الجيولوجي لغاية، عملت في عدة مشاريع، منها مشروع التحري عن خامات الرصاص والخرسين والبارايت في شمال العراق منطقة زاخو. طبعا هالمعادن موجودة بالضبط على الحزام الحدودي مع تركيا، فهذا كان نطاق محرم انه عسكريا، وهذا ممنوع الدخول الى هالمناطق هاي. فاحنا اشتغلنا تقريبا الى نهاية الى بداية عام 1990. فعام 1990 من ساعة أحداث الكويت تم سحب الفرقة إلى بغداد. في بغداد تم تنسيبي إلى مشروع التحري عن الكبريت في منطقة حمام العلي لدراسة حقل المشارقة 3. بعد ذلك سنة 1999 من أحد الجيولوجيين المسح الجيولوجي أثناء دراسته على البوكسايت، فكذلك أعاد أو تم اكتشف الذهب في نفس المنطقة، فتم استدعائي إلى بغداد وتم نقلي إلى منطقة الصحراء الغربية. فعملنا أنا والجيولوجي زميلي الجيولوجي تقريبا بقينا 3 أشهر 4 أشهر أنا وياه بالصحراء. فبعدين تم تشكيل فرقة متكاملة بحفارات وجيولوجيين ومساحين وجيوفيزيائيين وإلى آخره، إلى أن 2001 تم قبولي تم قبولي في دراسة الدكتوراه. التحقت بجامعة الموصل. سنة 2005 تخرجت، حصلت على شهادة الدكتوراه. مشروع البحث كان كذلك معدنية وجيوكيميائية ترسبات معدنية وجيوكيميائية ترسبات الصخور الرسوبية في منطقة في العصر الجراسي في الصحراء الغربية كذلك. بعد ما حصلت على شهادة الدكتوراه تم نقل خدماتي إلى جامعة صلاح الدين عام 2007 في 15/1. في 2007 طبعا البحوث اللي يعني قدمها بالمجلس البحثي العلمي كلها لغت، بحيث انه بدات من جديد الدرجه الوظيفيه. فحسبوني في الدرجه الوظيفيه او الدرجه العلميه كان مدرس، من نقلت خدماتي كان بدرجه مدرس. فقدمت 3 بحوث وراء قدمت 3 بحوث في عام 2011. تم تغيير لقبي من مدرس إلى أستاذ مساعد. وراء بعد 2011 قدمت 6 بحوث ذات معامل تأثير كلاريفيت، سميه ثومسون روتر، هو معيار
تقييم البحوث الأمريكي، وكذلك سكوبس اللي هو المعيار، أعتقد هو معيار بريطاني. فستة بحوث قدمتها، كنت يعني الكورسبوندنت أوثر بها ستتها. فتم ترقيتي من درجة أستاذ مساعد إلى أستاذ في عام 2018. طبعا درست في جامعة صلاح الدين، درست ولا زلت أدرس طلاب الدراسات الأولية وطلاب الماجستير والدكتوراه. أشرفت على عديد من أطاريح الماجستير والدكتوراه، وهسه حاليا عندي طالبين دكتوراه وطالب ماجستير. نشرت أكثر من 30 بحث، معظمها في مجلات عالمية رصينة ذات معامل تأثير. وكذلك قيمت ولا زلت أقيم أكثر، لحد الآن قيمت أكثر من 100 بحث في 100 بحث في مجلات عالمية رصينة وكذلك إقليمية ومحلية. كذلك أشرفت على مشاريع طلبة الصف الرابع، بالإضافة إلى ناقشت أكثر من 30 أطروحة ماجستير ودكتوراه في جامعات صلاح الدين وجامعة البصرة وجامعة بغداد وجامعة الموصل. والآن لحد الآن أنا أعمل في جامعة، أدرس في جامعة صلاح الدين إربيل. شكرا جزيلا.